السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ بعتذر جدا على تأخيري في نزول الفيديوهات، بتأخر بس ده راجع لان التفاعل ضعيف جدا جدا على الفيديوهات اللي بنزلها، فده بيعمل لي حالة من الإحباط إن أنا أصور وأنزل فيديوهات. فأتمنى منكم كده النهاردة عزومة بسيطة جدا هنقدم فيها أفكار جديدة. ممكن تكون الأصناف معروفة بالنسبة لكم، بس هنقدم فيها أفكار هتعجبكم وبطريقة جديدة، وهتقدميها بطريقة ألطف بكتير من اللي بتعمليها قبل كده. تعالوا بقى أتابع بس الفيديو للنهاية وإن شاء الله كله أفكار. أول حاجة كده هنتبل الفراخ المشوية. أول حاجة كده هنغسلها غسلة حلوة ونخليها ما بين الجلد واللحم، وبعد كده هجيب شوية من قشر البرتقال واضربهم في الخلاط. هتديني كده ريحة عصير البرتقال. انقعيها ساعة ساعتين كده لغاية ما تخلصي. جربيها كده وقولي لي في تعليقاتك. بصي بقى، تعالي نتبل مع بعض الفراخ. معايا بصلاية، شوية نعناع أخضر، ونعناع أخضر بيدي ريحة تجنن، حاجات عطرية كده جميلة، وحبيتين من الطماطم، وقرن فلفل سبايسي كده، ونص ليمونة. حابة تزودي على نص ليمونة زودي ليمونة كاملة، بس انا هحط نص لان هحط حاجة دلوقتي اضافة اوريها لك. هاجي كده كل الحاجات وهحط نص ليمونة وهضربها بقشرها زي ما هي. القشر بتاعها بيدي روائح عطرية كده جميلة. معلقة من الزعتر المجفف، ومعلقة نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كلها انصاص معالق. انت شايفة أنا استخدمت معلقة كبيرة فباخد منها حاجة صغيرة، وحاجة صغيرة جدا من الكمون، ومعلقة ملح. حط الملح زي ما انت تدوقي الحياء بتاعها، ومعلقة من الثوم المفروم عملناها قبل كده مع بعض، ومعلقة مستردة، ومعلقة كاتشب. الكاتشب والمستردة دول إضافة من عندي. حابة تبدليهم بمعلقة صلصة ونص ليمونة إضافية براحتك جدا، النتيجة مش هتفرق خالص. انا هنا عشان عندي ده متوفر فحطيته. وهحط معلقتين كده من الخل عشان خاطر يطر انسجة الفراخ. تمام. وادي الخلطة اهي طحنت خالص، وبقت زي ما انتم شايفين لونها تحفة وريحتها احلى واحلى. جربي كده التتبيلة دي وادعي لي عليها. جربيها طريقة جديدة وفي نفس الوقت هتبهرك في نتيجتها. هجيب الفراخ كده زي ما انتم شايفين وابتدي اديها كده تشريحات كده من قلبها من جوه. بلاش من عند الجلد، افتحي ما بين الجلد كده واعملي ده عشان خاطر الجلد ما يتقطعش معاكي من بره. وحطي التتبيله في الفراخ كلها كده، وابتدي بقى ايه، اعملي لها مساج محترم. خلي التتبيله تشرب، الفراخ تشربها كلها. بعد ما تتبليها بالطريقه دي كده ودعكيها دعكه حلوه كده، يعني خلي التتبيله تشرب من الفراخ، مش مجرد بس الجلد وبتاع، لا ده انا عايزه اللحم كله بعد ما تستوي يكون طعم اللحم واخد من التتبيله. وهبتدي بقى اقفل عليها واحطها في التلاجة اقل حاجه ساعتين. كل ما قعدت كل ما يكون احسن، لو باتت احلى واحلى. تعالوا بقى نعمل ورق العنب. وده ورق العنب بنفرز من السنه اللي فاتت. هتطلعيه، هتستني لما يفك من التلج بتاعه، وبعد كده هترصيه فوق بعضه. تعالي بقى هوريكي هنعمل فيه ايه. طبعا اوعي تقربي جنبه طول ما هو لسه يعني لسه في التلج بتاعه عشان ما يكسرش معاكي. اول ما يفك من التلج وبصي لونه اكنه لسه فريش. حلو جدا. جربي طريقتي وعندك في القناه، وان شاء الله هنعمله السنه دي مع بعض. تعالي بقى لما تيجي تعملي عشان يطلع لك صف واحد كده. طبعا انا هنا قبل ما اعمل اي حاجه فعملت عندي هنا العصيان بتاعت شيش تاووك، خدت منها واحده وقصيت. لو عندك خله تمام. وخدت هنا نص ليمونه قسمتها نصين، مجرد بس ايه ما تتبهدلش معايا لما اجي اشطفها، وغسلتها قبل ما ابتدي اغليها. تعالوا بقى هنا نحضر تسبيكه المحشي. هنعمل ايه؟ عندي هنا كيلو من الرز شطفته شطفه كويسه. وبعد كده هبتدي احط له بقى ايه. عندي هنا الخضره. فكره حلوه للخضره، لو انت بتخزنيها في التلاجة مثلا على رف التلاجة تقعد معاكي اسبوعين وثلاثه كمان ما يحصلهاش اي حاجه. حطي منديل ورق من تحت ومنديل من فوق، واغمريها بقى كده. تكون هتغسليها وتقطعيها، وتكون لما تيجي تشيليها ما يكونش فيها ولا نقطه ميه. انا هنا مغسوله وكل حاجه، بس قبليها استنيت لما نشفت خالص وبعد كده قطعتها. تعالوا هنا. طبعا الرز غالي زي ما انتوا عارفين، فانا بحط رز وبحط كميه خضره كتيره جدا، بحيث ايه اعمل بيها كميه اكتر، يعني تديني كميه حلوه كده محترمه. انا عندي هنا الصلصه بردك محطوطه في التلاجة. بعمل كميه كبيره زي ما انتوا شايفين، العلبه الكبيره دي بملاها وبحطها اي ظرف بستخدم على طول، يبقى عندي تسبيكه. وهاخد معلقه من صلصه الفلفل الحراق، الصلصه دي عملناها مع بعض قبل كده. واحط معلقه، كلها معلقات صغيره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، ومش بحط اكتر من كده. ومعلقه شطه اسفه، شطه عشان الناس اللي بتحب الحاجه حراقه. وزي ما انتم شايفين فلفل اسود، فلفل اسود، كمون، كزبره، وشطه زي ما انتم شفتوا. ودي الحاجات اللي بستخدمها بس في خلطه المحشي. ومعايا كده حبه حلوين كده من النعناع الاخضر، بيدي الريحه، بيخلي المحشي في حته تانية خالص، احلى من المجفف بكتير كمان. انا بستخدم المجفف لما بكون ايه ما عنديش اخضر، بس عندي اخضر بقى هو الاساس. طبعا نسيت هنا الملح، حط الملح بتاعه.
وادي الخلطة بتاعتي حضّرتها خلاص، وتعالوا بقى نخش نشوف بقى بعد كده هنعمل إيه. حلة صغيّرة كده وهاحط لها شوية زيت صغيّرين، وهاحط شوية ملح. الزيت عشان خاطر يدّي لمعة حلوة للورقة، وفي نفس الوقت لمّا آجي ألفّها تكون معايا ناعمة وطرية. الورق ده أنا غسلته كويس جدًا قبل ما ابتدي أسلقه. اغسليه الأول أحسن لِك، يعني هتدّيكِ كده بحيث تحطيه تغليه تطلعيه خلاص على كده، تسيبيه يهدى شوية وتبتدي تشتغلي فيه. أنا باغسله الأول غسلة حلوة عشان يفضل لونه كده أخضر وحلو، والورقية تكون ما تغيّرش لونها. حابة تشطفيه بعد كده براحتك، بس أنا باقول لِك أنا باعمل إيه. هتطلعيه طبعًا زي ما أنتِ شايفة حركة الليمونة الحركة اللي عملناها دي بتخلّيه تسلقيه وفي نفس الوقت يطلع لِك صَف واحد زي ما أنتِ شايفة كده. يعني حطينا عملنا سلقناه بالطريقة دي بحيث إيه، ما يفضلش الورق يجري معايا شمال ويمين. مش حابة تعملي الطريقة دي براحتك خالص، بس حاولي تجيبي حلة تكون صغننة جدًا بحجم الورق عشان ما يفضلش يجري معاكِ شمال ويمين، وتحسي إن أنتِ بعد كده مضطرة إن أنتِ ترتبيه. أنا كل اللي عملته غسلته، سلقته، بعد كده لقيتيه مترتب زي ما هو كده. الدنيا سهلة وسلسة معايا، ما ابتديتش أرتبه بعد كده. تعالوا بقى هنحشي ورق العنب. الطريقة سهلة جدًا وبسيطة، أبسط منها ما فيش. كل ما في الموضوع إن أنتِ بتشتغلي على الناحية الخشنة بتكون من جوّه، والناحية الناعمة هي اللي من برّه. فبتجيبي شوية الرز بتفرديهم بحيث يدّيكِ تكون رفيّع والصباع يكون إيه، يعني زي ما أنتِ شايفة بالمنظر ده. ما تحاوليش تحطّي كمية رز كتير، كمية الرز بتتخّنه أوي، وطبعًا الرز ده مش متشوّح ولا حاجة، يعني الرز ني لسه بيتمدّد. فحطّي شوية رز صغنّنين علشان خاطر لمّا يتمدد تكون حجم الصباع حلو أوي معاكِ. تعالي بقى هنا نعصّج شوية لحمة مفرومة. معايا نُص كيلو من اللحمة المفرومة. حطيت في الأول حتّة صغيرة كده من شوية من السمنة البلدي، ومعاها شوية صغيرين جدًا من الزيت. تمام. هابتدي بقى أحطها على نار عالية جدًا، وبعد كده مش هابتدي أقلّب فيها غير لمّا تاخد معايا اللون ده. أول ما تاخد اللون ده كده وتنشف هابتدي أحط أي إضافة عندي. تمام. كده اللحمة معايا دخلت على سِوَى، هابتدي بقى أحط أي إضافة. ده نُص كيلو لحمة، حطيت قدّه بالضبط بصل مفروم ناعم جدًا، نعّميه. كبشة حلوة كده من الجزر المبشور، وشوية فلفل. طبعًا الفلفل ده متفرّز عندي فتطلّعيه بتلجه زي ما هو. اوعي تستني أمّا يفُك عشان ما يبقاش معاكِ دبلان كده وتحسّي إن هو مش فريش. هتحطيه بتلجه، وبعد كده تقلّبي كلّه مع بعضه وتبتدي تضيفي بقى شوية كمون، شوية فلفل أسود، شوية ملح، وتحطي بقى رشة صغيرة من جوز الطيب، ودي اختياري، حابة تحطيها براحتك مش حابة براحتك. هتدّي بقى عليها النار وتسيبيها تتسبك كده تتعصّق كده مع بعضها عشان الخضار اللي عملته يستوي. طبعًا بعد ما حشيت أنا زوّدت وحطيت كيلو كامل علشان خاطر كان في كمان شوية ممبار. زي ما أنتم شايفين كده ده حَل سحري. هتجيبي جزء من إزازة الزيت صغنّن زي ما أنتم شايفين كده قد عقلة الصباع، وتبتدي تحشي بيه. هيحشي معاكِ الممبار بسرعة جدًا. جرّبي كده وادعي لي. أنا عملتها معاكم والطريقة عندِك في القناة من تقريبًا في فيديوهين، هتلاقي طريقة عمايل الممبار معاكِ. طبعًا هنا الفراخ اتبّلت وأنا كنت مبيتاها ليلة كاملة في التلاجة. بعد كده طلعت جبتها بقى حطيت في صينية كده وحطيت على مفرش سيليكون. ده بصراحة بيخليني ما اشيلش هم تنظيف الصواني بعد كده. جبت هنا معلقة من صلصة الفلفل. فلفل مدخن قبل كده عملته معاكم في القناة. لو حابين هاكتب لكم طريقة تحضيره إزاي. وهاحط عليها معلقة من المستردة، وخدت معلقتين صغيرين كده من اللي فضل من التتبيلة، البهاريز كده اللي طلعت من التتبيلة، السوايل، بحيث أفككها من بعضها. وبتيجي كده تيجي على وش الفراخ وبتفرق أوي 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 في لون الفراخ. هتشوفي شكلها في الآخر كهرمان، حلوة جدًا. جربيها تفرق، بتدي ريحة حلوة وفي نفس الوقت اللون حلو. أكنِّك يعني هاقول لِك إيه، جرّبي بس الطريقة دي وهتورّيكِ شكلها في الآخر عامل إزاي. تعالوا نحضّر صنف بعد كده. هو إيه، هنعمل رول من الجلاش. تمام. أنا قُلت لِك كلّها أصناف جديدة ممكن تكوني عارفاها قبل كده، بس هنقدّمها بتركات حلوة أوي. تعالوا أول حاجة نحط كده معلقة سمنة بلدي وعليها شوية زيت، وهابتدي أسيّحهم كده على النار وأجيب لفة الجلاش وورقتين، ورقتين. ما تعمليش ورقة عشان ما تبقاش خفيفة بزيادة وهتبقى ناشفة معاكِ، يعني هتحسيها إن هي مقرمشة بزيادة معاكِ. وعندي هنا جبنة تشيدر وجبنة رومي مبشورين. وعندي طبعًا اللحمة المتعصجة زي ما أنتِ شايفة عملناها عصجناها. طبعًا أنا ما استخدمتش النُص كيلو كله، أنا كل اللي هاستخدمه منه نُص الكمية بالضبط. تمام. هتبتدي بقى تعملي الرول ورقتين ورقتين كده، وتحاولي بقى إيه،
بين الجنبين كده، ما تلزقهمش في بعض، حاولي تسيبي نسبة فراغ عشان بحيث تطلع لك ما تبقاش ملزقين في بعض بعد ما تحطي بعد كده التشريبة اللي هنحطها عليها بعد كده. تمام. حطي بقى كمية اللحمة المناسبة ليكي، وهتبتدي تحطي جبن، تنفع فراخ تنفع جبن، بس بتبقى تحفة برضك، جبنة فلفل الكلام ده كله. اي حشوة متوفرة بالنسبة لك اعمليها، بس خليها ورقتين ورقتين. اللي تفضل من السمنة والزيت بدأت أرش كده، وهبتدي أقطعها وهدخلها الفرن في البداية من غير ما أعمل أي حاجة. أنا عايزاها لو أنت حباها مقرمشة كده من بره وطرية من جوه، امشي كده على الخطوات اللي بقولك عليها، هيطلع لك كده حاجة تحفة. اللي هياكلها هيتبهر بطعمها، لذيذة ولطيفة كده، وتغيير عن طريقة الجلاش المعتادة. هتبتدي كده تقطعيها اي تقطيع انت عايزاها بالحجم اللي انت عايزاه، وهدخلها الفرن سخن في الرف اللي في النص. وتعالوا بقى نحضر عقبال ما تطلع معايا من الفرن، تعالوا نحضر بقى ايه، خلطة كده هنشربها بيها. بص بقى يا حبيبة قلبي، هنحط كوباية من اللبن، كوباية كوباية وشوية، انتي وليكي حرية الاختيار، حباه على حسب ما انت عايزاها طرية. وهحط بضاية ورشة فلفل اسود وشوية ملح، حطي معلقة ملح حلوة علشان خاطر ده هيحيقها معايا. تمام. وهركنها على جنب دلوقتي لغاية ما تاخد معايا نص سوا، وتبتدي اطرافها تدي ذهبية كده، تاخد نص سوا بالظبط، وابتدي اطلعها اشربها. هوريكي كل حاجة بالتفصيل. تعالوا نعمل بقى صنف حلو كده، يعني جالك ضيف بقى دلعيه برضك. هنبتدي برضك بنفس الجلاش كله باستخدامنا بالجلاش، العزومه كلها يعني فيها جلاش، فيها افكارها بقى مختلفه. طبعا انا ما تعرفيش بقى اللي هيجيلك بيحب الحاجه محشيه ولا مش محشيه، فانتي امشي في خليكي في الوسط. فانا هنا حاجه سريعه وسهله وفي نفس الوقت ارض جميع الاطراف. فجبت هنا الجلاش، اي حاجه بقى متكسره متقطعه حطيها في النص، اهم حاجه اللي تحت واللي فوق يكونوا سلام. وهتبتدي زي ما انت شايفه كده بدات، بس في فرق بقى بين الحلو والحادق. الحلو لازم طبقه طبقه تدهنيها، لازم. معايا هنا شويه سمنه بلدي سيحتهم على النار، وهبتدي بقى تنفع زبدة تبقى حلوة جدا، بس حط مع الزبدة شوية زيت صغيرين أو سمنة بلدي، أي نوعية سمنة بتستخدميها حطيها، بس كل ما بتكون نوع السمنة حلو كل ما بيخلي طعم الحلويات في حتة تانية خالص. وبدأت طبقة طبقة، ما تحاوليش تخلي طبقتين وتحط سمنة، لا. الجلاش غير أي حلويات تانية، الجلاش لو ما اديتوش بين كل طبقة وطبقة سمنة، هيطلع لك في الآخر كده طعمه شبه العجين كده، هتحسيه طعمه محدق، حاجة كده مش هتحبيها. فانت حطي بين كل طبقة وطبقة، أولا هيورق معاكي، هيديكي طعم حلو قوي. طبعا انا بقيت اقطعه، هنا جبت سكينه كانت كبيره قوي رخمت معايا بصراحه، غيرتها جبت سكينه صغيره وبدات اقطعهم. وحاولي تصغري في التقطيع، ما تخليهاش كبيره، خليها شبيهه البقلاوه كده، تحسي انت بتاكلي بقلاوه. واللي اتفضل من السمنه بدات تسقيه. على فكره انا ما حطيتش سمنه كتير، انا كل اللي حطيته في البدايه معلقتين سمنه بلدي كبار، وسيحت معاهم حته شويه زيت صغيرين. تمام. تعالوا بقى دخلناها في فرن سخن جدا على الرف اللي في النص. طلعت معايا هنا الفراخ كله كان في الفرن، انا استخدمت الفرن ما استخدمتش البوتاجاز يعتبر، كله كان يعني حاجات بسيطه جدا استخدمتها على البوتاجاز. طلعت بقى خدت وش من الاولاني، بدات اقلبها على الاتجاه التاني واديها بقيه التتبيله اللي عملتها معاكم. تمام. وادخلها بقى الفرن لغايه ما تاخد لون. هي مش هتطول معايا في رغم ان حجمها كبير، بس ما طولتش خالص لانها شاربه من التتبيله وباتت في التتبيله، فانسجتها طريه ما استحملتش. تعالوا بقى هنا نعمل ورق العنب هنحطه في الفرن، حقيقي طعمه في حتة تانية في الفرن. جربي كده، انا اول مرة كانت بالنسبة لي احطه في الفرن، انا قلت بقى ايه كله مع بعضه في الفرن. تعالي بقى اوريكي تتبيلة تبلي بيها ورق العنب، هتوديه في حتة تانية خالص. معلقة من الصلصة، عصرة نص ليمونة او ليمونة، وحطيت شوية من دبس الرمان اللي عملناه مع بعض في القناة عندكم موجود، وشوية شطة وشوية فلفل اسود، وهاخد بقى شوية من الشوربة. تمام. لو انت ما عندكيش شوربه، اللي انت الفراخ اللي هتشويها في الفرن هيطلع منها صوص كده، خديه وابتدي زودي بيه واسقي بيه لو عندك محشي. لو انت ما عندكيش شوربه بيطلع بقى البهاريز كلها والدسم كله بيطلع في قلب العصاره اللي بتنزل من الفراخ المشويه. انا طبعا كان عندي شويه شوربه صغيرين فكملتهم بردك من اللي فضل اللي طلع من الفراخ المشويه. تعالوا بقى
كان محتاج شويه شوربه تانيين زودتهم، وبدات اغلفه زي ما انتم شايفين، ما تخلوش مكشوف عشان ما يتحرقش معاكي، ودخلته على الرف اللي في النص لغايه ما طلع معايا. تعالوا بقى، طلعت هنا معايا الجلاش او البقلاوه. هبتدي اسقيها بالشربات، وما تكتريش شربات، كل ما بتقللي في الشربات كل ما بيدي طعم حلو قوي. وهنا كانت الصينيه طلعت خدت نص سوا زي ما انتم شايفين كده، لونها مدي نسبه صفار شويه، طلعت مقرمشه. هبتدي بقى اسقيها بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. ده هيخليها فيها سنة قرمشة حلوة كده، وفي نفس الوقت طرية من جوه. عايزاها طرية بزيادة، زودي الخليط، خليها بدل ما هي كوباية لبن خليه مثلا كوباية ونص لبن. تمام. هدخله الفرن لغاية ما ياخد معايا لون. الفراخ طلعت زي ما انتم شايفين كهرمان، لونها وريحتها اقسم بالله اللي كلها بيشهد بيها. فحمية بقى اكلنا بقى عاملينها على الفحم، وفيها بمعلقة زيت، واركنيها بقى في حلة كده عشان تاخد من طعم من ريحة البخار. بص بقى، هنا طلع الجلاش يجنن. طبعا شوية الزيت اللي حطيناهم في الصاج من تحت، بص مخليه مفيش حاجة لازقة خالص. الفراغات اللي عملناها بين الرول والرول، بص مديك مفرخهم من بعض زي، بص الطريان بتاعه من جوه. جربي الطريقة دي، حبة جلاش يجننوا تحفة. وادي خلصت بقى وصفتنا، واتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى، اتمنى منكم تشجيع تشجيع عشان خاطر استمر كده واقدم فيديوهات. واتمنى وصفتي. وطبعا هنا حتى كبد الفراخ عملت بيها وصفة دي، لسان عصفور مع الكبد والقوانص، فكان طبق حاجة كده بسيط وفي نفس الوقت كان يجنن. بص ورق العنب، جربي بالتركات اللي عملناها مع بعض دي، يجنن. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.